كونك تخوض في معارك الحياة لازم يكون عندك طوق نجاة. طوق نجاتك هو إيمانك بإمكانية الفشل واحتمالية حدوثه وعدم الوصول لوجهتك. إيمانك أن ربي ممكن يدفع عنك بلاء رغم سعيك التام، لكنك أبدا ما راح تعرف كواليس فشلك، وهذا الأمر اللي يجعلك تثق أن ربي يدفع عنك بلاء لأنك فعلت السبب ووكلت أمرك لله سبحانه، وهذا المطلوب منك. وطبعا ممكن ما تخسر شيء، يمكن ربي يكتب لك نجاح نقي بدون أي خيبة، لكن إيمانك بوجود الخيرة يعني أنك تعطي نفسك وقت لالتقاط الأنفاس والخوض مرة أخرى وأخرى وأخرى في معارك الحياة واللي ما راح تخلص أبدا. تقدر تقنع نفسك إنها أبيض وأسود وتؤمن بفشلك، وممكن تكون فعلا فشلت بسبب تقصير منك في اختبار أو مشروع أو أيا كان، لكن هذا الأمر يرجع لك أنت، ما حد يعرفك أكثر منك. إذا أنت متيقن أن الطريق لهدفك أو وجهتك أهلك وأتعبك، ذاكرت كثير أو اشتغلت كثير وأرهقت نفسك كثير في سبيل رزقك، هنا تأكد أن ربي ما راح يعطيك السيء أبدا، ولا تجرؤ حتى أنك تفكر فيها.